تعال بقى نسأل سؤال مهم، ايه هي طقوس التعذيب اللي بيمارسها عبدة الشيطان؟ بعد تحقيقات وابحاث كتير تم الوصول الى ان في صلة بين طقوس عبدة الشيطان وعبارات وردت في كتاب الموتى عند الفراعنة. وهنا تم تصنيف الطقوس دي كالآتي: شرب الدم وسلخ اجزاء من الجسم. وبيعتبر شرب الدم البشري او الدم الحيواني جزء مهم جدا من طقوس عبادة الشيطان، عشان هم بيعتقدوا ان قوة الحياة بتنتقل من خلال الدم، فلما اشرب دم شخص تاني او حيوان قوته وعمره بيتنقل لي انا. تاني حاجة في الطقوس هو اكل لحوم البشر. في ناس بقى فاكرة ان اكل لحوم البشر ده موجود في جماعات في غابات بعيدة متخلفة بس هم اللي بياكلوا لحوم البشر، بس لما نيجي نبص هنلاقي ان بعض الجماعات الشيطانية بتعمل كده كنوع من انواع الطقوس. نيجي بقى للطقس الثالث واللي فيه ناس بتعذب الاطفال والقُصّر عشان تمتص قوته. وفي اعتقاد سائد ان كل ما كان الموت ابطأ بيتم امتصاص قوة اكبر. لو جينا نبص على الشهود اللي قدروا ينجوا من التعذيب ده اتكلموا عن بعض الطقوس اللي بيعملوها اثناء التعذيب، زي نزع الاعين والاذان والادمغه والقلوب والايادي والاقدام، يعني من الاخر كده تقطيع الجسم وانت حي، انت حرفيا بتتشفى وانت عايش. كمان كان منتشر سلخ جلود الضحايا وهم عايشين. كمان كانوا بيخلوا اطفال تشاركهم في الطقوس دي عشان كمان يخلوا قلبهم ميت ويبقى واحد من جنوده في المستقبل. رابع طقس هو سحق العظام. واحد من الطقوس دي كان عباره عن ازاله العظام من الضحايا وبعد كده حفظها وتجفيفها، وبعد كده بيتم تكسيرها وتحويلها الى مسحوق، وبعد ما بيتم تحويلها لبودره بيتم صناعه صلصال منها عشان يستخدموها في الادوات اللي بتكون معاهم في الطقوس، وكمان يعملوا منها تماثيل. الطقس الخامس هو الاغتسال في مغطس الدم، والطقس ده بيتسمى بالقمر الدموي، وده بيحصل بالظبط لما القمر بيكون لونه مايل للاحمر شويه، بيملوا المغطس بالكامل بالدم وبيغطسوا واحد واحد فيه. في الطقس ده تحديدا بيصطادوا حيوانات وبيشربوا دمهم زيه زي الطقوس اللي فاتت، وخصوصا الكلاب والقطط والسناجب والغزلان والفئران. في الطقس ده بينزعوا قلب الضحيه قبل ما تموت وبياكلوه بسرعه قبل ما القلب يبطل ينبض. تامن طقس هو الاذى الذاتي. احنا ما عندناش معلومات كتيره عن الطقس ده، ولكن الاشخاص اللي تم القبض عليهم لقوا ان هم عندهم جروح وتشوهات في جسمهم. والطقس اللي بعده هو حجره الافاعي، وفي الطقس ده تحديدا بيناموا وبيسيبوا التعابين ماشيه على جسمهم، والتعابين دي طبعا بتكون سامه، وساعتها انت مش مسموح لك تحرك اي عضله في جسمك لانك لو اتحركت هيتم لدغك. والطقس ده هم بيعملوه عشان يعودوا الشخص ده على الاستسلام، وكمان اوقات بيحطوه في مركب وسط الميه والتعابين حواليهم، وساعتها الشخص ده ما ينفعش يتحرك والا التعابين هتهجم عليه وتموته. وده كمان بيعلمها ان هي تطيع الاوامر زي الطقس اللي فات اللي بيعلمك الاستسلام. وطقوس تانية كتير زي سلخ فروة الراس وقطع الرقاب وسلق اجزاء من الجسم. عبادة الشيطان هي حاجة شائكة جدا. كل اللي قلته لك ده ممكن ما يكونش حقيقة وممكن ما يكون خيال، هنختلف كتير مع بعض، بس المهم انا عايز اعرف رايك انت. ما تنساش تعمل لي فولو ولايك على الانستجرام وعلى كل البلاتفورمز. سلام.